التسجيل ولتأكيد العبور للمواجهة القادمة التي ربما تكون مع فيتا كلوب أو جمعية أولمبي شليف الجزائري. فيتا حظوظه أكبر باعتباره تعادل خارج قواعده خارج ملعبه، إذن المواجهة الأقرب لأنديتنا للقمة القادمة ربما تكون في الكونغو الديمقراطية عن طريق فيتا كلوب مع الهلال، وربما مازيمبي مع المريخ لنتائج الجولة الأولى اللي كانت إيجابية لهذه الفرق. كرة عالية ملعوبة لمصلحة فريق الهلال، تحول مباشرة لإبراهيم توري، سدد كرة لكن مرت وتحولت لضربة مرمى. تابع من جانب بكري المدينة، هنا المحاولة الهلالية تسديد، ولكن كرة مرت وتحولت مباشرة لمصلحة كونجي جارزيتو في حوار خالد بخيت حمد كمال. المشوار طويل والمشوار سيكون حافل بكل أشكال وأنواع المواجهات على اعتبار الفرق القوية والأسماء القوية الموجودة في هذه البطولة في دوري أبطال إفريقيا. نريد التتويج، نريد بطولة لهذا الوطن، بطولة لهذا البلد، لنحذو حذو الأشقاء والأصدقاء والدول اللي كتبت الاسم بأحرف من نور ونالت البطولات الشقيقة. مصر 12 بطولة، المغرب 5 بطولات، تونس 4 بطولات، الجزائر 4 بطولات، الكاميرون 4 بطولات. وهذه كرة هلالية، سادومبا خلص، جول هلالي، هدف ثالث هلالي عن طريق القناص إدوارد سادومبا، يؤكد الثلاثية، يؤكد الانتصار، يؤكد الأهداف الهلالية في مرمى DFC من افريقيا الوسطى. هنا الكرة ملعوبة والانطلاقة الممتازة من جانب ابراهيم توريه، هيا كرة على طبق من ذهب، على طبق من ذهب لسادومبا، وسادومبا بإبداعه بإمتاعه بإحساس الهداف وضع الكرة في مرمى كونجي. ثالث أهداف المباراة. نتيجة بانجي تتكرر، لذلك قلت لكم في بداية هذه المباراة لا نقلق من النتيجة ولا نتوقع شيء كثير من DFC بعد الهزيمة في أرضه ووسط جماهيره. نعتبر أن الهلال مر للمرحلة القادمة وأنه انتصر من بانجي وليس من ملعبه. وهنا التأكيد فقط، إكمال المشوار، إكمال المسألة، إنهاء القضية هنا في ملعب استاد الهلال، والبحث عن أهداف وعن مهرجان أهداف وعن معاودة أرقام قياسية. سادومبا يحاول لكن قام في الموعد، قطع الكرة. التحول الآن لمصلحة أليديسو لاعب DFC، كرة منقولة على الجهة اليمنى، لكن عودة عمر بخيت، ما زالت الكرة مع الإمام موسى، سدد الكرة الإمام ولكن الكرة بعيدة وبعيدة جدا. مرت الكرة وأعضاء طبعا وجانب كما ذكرت أنا في الجالية، وفي أيضا جانب من بحث بلاتانيوم، الجانب الإداري، البحث الإداري عموما يحضرون في ملعب استاد الهلال. لقاء غدا قادم هام. إبراهيم توري غادر وبكري المدينة نزل لمواصلة المشوار مع الرفاق. هنا غدا مباراة هامة للمريخ، مباراة أيضا عبور ضد البلاتينيوم منقولة أيضا عبر قناة الشروق. نتمنى دائما أن نتواصل معكم، ونتمنى دائما أن نكون معكم داخل وخارج الوطن إن شاء الله، ربطا للمشاهد الرياضي والقاعدة الرياضية الكبيرة التي تهتم وتتابع وترصد وتتمنى لأنديتنا دائما التوفيق. امنياتنا بالتوفيق للمريخ غدا، للأمل لنمور شندي بعد غد، وإن شاء الله المرحلة القادمة تكون مواجهات أيضا طيبة جميلة رائعة لأنديتنا السودانية. فالنتاين نوبلو حول الكرة على الجهة اليمنى، الانطلاق من جانب بكري المدينة، بكري يلعب الكرة ولكن الراسية من قام تحولت لبوتاري، كرة ملعوبة في وسط الملعب لبونغولو، ولكن الكرة اللي كانت مقطوعة والخطأ لمصلحة DFC. نادي الدبلوماسيين في محاولة للتقدم للأمام،
يبحث ربما عن الهدف الشرفي، يبحث ربما عن تذكار يضع في هذه المباراة بعد أن تباعدت المسافة خلاص وابتعد الهلال بعيدا ليعلن نفسه كأول المتأهلين. مباريات أيضا مستمرة ومباريات أيضا قادمة ومباريات أيضا هامة في دوري الأبطال. أتمنى لكم دائما المشاهدة الطيبة. كرة ملعوبة، تحول وسط الملعب لعلاء الدين يوسف على الجهة اليمنى الهلالية بشر، والانطلاق عن طريق بكري. هيا الكرة من المقابل والكرة مرت، تحولت مقطوعة للدي اف سي. محاولات للانطلاق في وسط الملعب، بونغولي لاعب كرة على الجهة اليسرى لمازيكو. هيا كرة مازيكو للمام موسى، ولكن أقرب للمعز محمود، أقرب للمعز اللي أبعد الكرة، حول لمهند الطاهر مباشرة. محاولة الانطلاق والتقدم للأمام، لكن كرة ترجع من جديد. التحول مع المعز محجوب. ديمبا باري. قراءات عبر هذه المباراة للقادم، والقادم نتمناها أحلى وأجمل. مباراة الهلالية الثانية في هذا الموسم إفريقيا. بداية المشوار كانت من بانجي، بدأت فرقنا من مرحلة 32، أعفيت طبعا من التمهيدي. ودائما كل ما كانت النتيجة طيبة وكل ما كانت المشاركات جميلة وجيدة تتقدم أنديتنا في التصنيف وتحصل على النقاط، وبالتالي يمنحها أفضلية دائمة. كما ذكرنا دي اف سي هو النادي الرابع الذي يأتي للسودان. مواجهة قبل ذلك فاتيما مع المريخ، يوباك مع أهلي مدني، تومبي مكابي مع مريخ الأبيض. الآن النادي الرابع، تفوقنا في مناسبتين عن طريق المريخ وأهلي مدني، والآن الثالثة أيضا ثابتة على أندية إفريقيا الوسطى. تلمس الخطى هذه الدولة الإفريقية في أن تشارك في خريطة كرة القدم الإفريقية عبر الأندية وعبر المنتخب. لا تملك طبعا تاريخ كبير، ولكن لكل مجتهد نصيب. الآن كرة ملعوبة ومحاولة مقطوعة من جانب سيف مساوي. الانطلاق على الجهة اليسرى وكرة ملعوبة لسادومبا، لكن الكرة الآن تحولت. مهند الطاهر التدخل مباشرة والكرة تحولت لرمي التماس. مهند الطاهر في مراوغة لكن مقطوعة من إدسون، تحولت من جديد. دي اف سي ارسال كرة امامية، لكن التغطية والمتابعة من جانب باري ديمبا. العودة مباشرة لحارس المرمى المعز محجوب. نقلات وتمريرات واداء يجب ان يكون بكل اريحية طبعا بعد ان تفوق الفريق بالنتيجة وانتصر وتقدم. كرة مر كونجي حارس المرمى لكاريكا، هياها لمهند، يلعب الكرة لكاريكا الهداف حتى الآن. محاولة لتبادل الكرة لكن الكرة مقطوعة، والتدخل من جانب تيس بونغولو. ترجع في وسط الملعب عن طريق جايد، لكن باري ديمبا في تدخل. ترجع الكرة لفالنتاين، فالنتاين لمسات، ترجع لباري ديمبا، إرسال الكرة أمامية ومحاولة للتقدم والانطلاق الأمام. كرة ملعوبة أمامية، مازيكو حاول التقدم فريق دي اف سي، لكن المتابعة موجودة، متابعة الدفاعية والتخليص. كرة أمامية لبكري المدينة، المحاولة عمر بخيت، يلعب كرة عمر والانطلاق الآن عن طريق بشة. يا سلام، مرور، لكن الكرة طالت والتدخل والكرة مقطوعة
لتتحول سريعة لدي اف سي، يضع الكرة بكل خطورة على يمين المرمى في منتهى الخطورة. اللقطة الماضية والكرة الماضية لمصلحة دي اف سي. شوف الانطلاق وشوف التقدم، حاول وكرة ملعوبة ذكية لكن أيضا مرت وتحولت مباشرة لرمية تماس. تماس الآن لدي اف سي، ترجع الكرة منقولة جانب بوتاري لكن تخلصت هلالية. منقولة للأمام والتحول في وسط الملعب، ترجع الكرة لدي اف سي، يحاول التقدم كما ذكرت، البحث عن هدف في هذا اللقاء. انطلاق الآن لوجود لتسلل، تمريرة هنا، التسلل في التمريرة الثانية كان على الإمام موسى والكرة مرت منه وتحولت لمصلحة فريق الهلال. ضربة حرة غير مباشرة. هنا الانطلاق، هنا اللمسة اللي فيها التسلل الثاني بعد أن تقدم، بعد أن حاول لاعب دي اف سي الإمام موسى. معز محجوب، ارسال كرة للامام رأسية ترجع لمصلحة فريق الهلال. سادومبا، كرة ملعوبة لباري ديمبا، باري ديمبا ارسال كرة لكن مقطوعة من جانب اتزوكا. وسط الملعب كرات منقولة للامام لكن باري ديمبا في كرة المقطوعة. وسط الملعب، شوف التمريرات، المحاولات، لكن كرة مقطوعة من جانب فريق الهلال. ارسال كرة للامام، تعود من جديد الراسية لنوبلو، يعود لحارس المرمى المعز محجوب. مواجهات تنطلق وتستمر وتبدأ طبعا من اليوم. مواجهات، كرة مقطوعة لدي اف سي، محاولة كرة منقولة للأمام لكن أقرب لحارس المرمى المعز محجوب. مباريات اليوم أيضا الترجي التونسي يواجه بريكاما غامبيا، أيضا فريق النجم رياض الساحلي التونسي يواجه الجيش الرواندي. مواجهات تستمر، مواجهات قوية ومواجهات أيضا تأتي بأندية مرشحة للوصول للأدوار القادمة. هنا كرة ملعوبة أمام سادومبا، الحصار، العودة للخلف وكرة ملعوبة مرت تحولت مباشرة لرمية تماس. عمر بخيت يلعب كرة ومنقولة هلالية، العودة للخلف لمعز محجوب، رأسية مقطوعة في وسط الملعب. محاولات طبعا باعتبار أنه الفريق يلعب بتوازن، يلعب بأقل مجهود، يلعب بأريحية على اعتبار أنه متفوق. بكري وسط الملعب لعلاء الدين يوسف، الكرة والتمريرة تمر تتحول مباشرة لرمية تماس. ملعوبة سريعة رمية تماس وتحول من جانب سيف مساوي، يلعب الكرة، يعيد الكرة لحارس المرمى المعز محجوب لباري ديمبا. يعني أصبح الأداء بهذا الشكل بهذه الصورة، ربما لحسابات النتيجة، لحسابات للواقعية اللي أصبحت في المباراة. الفريق الهلال مر تلقائيا بهذه النتيجة، بهذا الانتصار، 6 أهداف في مجموع المباراتين. لكن تستمعون لصافرات الاستهجان، هذه الجماهير دائما تريد الأداء وتريد الأهداف وتريد المرور للأمام. لها حسابات الخاصة، حسابات التشجيع، حسابات الحب للنادي، دائما في التمني بالأفضل والأجمل. الآن كرة منقولة وملعوبة لدي اف سي، محاولة يلعب كرة تعود للخلف حارس المرمى المعز محجوب. شوف تمريرات ونقلات، ويعني
نقلات هلالية للاعبي الفريق. الكرة مرت من فالنتاين وتحولت لرمية تماس. الانطلاقة من مدثر كاريكا، لكن الكرة مرت وتحولت مباشرة لرمية تماس، وجارزيتو غير راضي بعد التفوق بعد التقدم، يريد طبعا تصحيح الأخطاء، يستعد للقادم، والقادم كما واضح في الطريق وذكرناه. الآن انطلاقة سريعة لدي اف سي، أصبح قريب من التسجيل. هذا الفريق تقدم للأمام في تساهل في خط الدفاع ربما وفي ثغرات، ولكن التقدم الآن للأمام والانطلاقة السريعة والمشوار الممتاز من بكري المدينة. يتقدم يهيئ كرة سادومبا. يا إدوارد سادومبا، يا سادومبا، الهدف الثالث كان سيكون في هذا المشوار لسادومبا في دوري الأبطال، ويتساوى مع كاريكا في صدارة الهدافين، لكن الكرة مرت وضاعت. كرة ما بتضيع أمام إدوارد سادومبا داخل منطقة الجزاء الهلالية. هنا المحاولة وأيضا الاستلام، مجهود كان كبير من بكري المدينة، انطلق على الجهة اليمنى، مرة من 1 2، هيأ الكرة لإدوارد سادومبا. بالراس ملعوبة وسط الملعب، كرة هلالية عن طريق مهند الطاهر، يلعب لإدوارد سادومبا، البحث عن زميل من جانب سادومبا، بيلعب كرة للخلف هلالية لكن مقطوعة أيضا من جانب دي اف سي عن طريق بوتاري. الانطلاق للأمام للإمام موسى والتحول على الجهة اليسرى من أتزوكا، لكن مقطوعة الكرة من باري ديمبا. وهنا المراوغة الجميلة من جانب بيشا الموجود في الجهة اليمنى، والمحاولات دائما في غياب طبعا يوسف محمد اللي كان يلعب على الجهة اليمنى الهلالية، أيضا معتز رابح الموجود مع الأسماء البدلاء هو يلعب أيضا على الأطراف. كرة ملعوبة الآن أمامية لسادومبا، يراوغ سادومبا ويتحصل مباشرة على الخطأ على ركلة الجزاء. كونجي ماذا تريد بالكرة يا كونجي؟ الصافرة حسمت الموضوع وحسمت الحكاية. وهل يكون سادومبا ب3 أهداف أم يكون كاريكا ب4 أهداف؟ وهنا المحاولة ومهند الطاهر في حوار مع سادومبا. سادومبا يصر على التنفيذ ويتقدم. هنا الكرة من إدوارد سادومبا والتدخل من جانب كونجي. أتت صافرة حكم اللقاء مباشرة لتعلن ضربة الجزاء الهلالية، وسادومبا يتصدى لركلة الجزاء، يحاول طبعا أن يرفع النسبة من الأهداف. الهدف الرابع الهلالي قريب من مرمى هذا الحارس كونجي. على التنفيذ سيكون إدوارد سادومبا الزيمبابوي. سادومبا يتقدم ويضع الكرة في المرمى. هدف هلالي رابع، هدف هلالي رابع وهدف ثالث لسادومبا في مشوار دوري أبطال إفريقيا لهذا الموسم. يضع سادومبا وكاريكا في صدارة الهدافين في المقدمة ب3 أهداف لكل لاعب في المشوار، في مشوار دوري الأبطال. يتقدم على إيمانويلسون لاعب تشيلسي بهدفين، أيضا اللاعب شينيابا سجل أيضا هدفين. وهنا ارتفاع حصيلة الأهداف الهلالية ليصل الهلال للهدف رقم 4 في هذه المباراة ضد فريق الدبلوماسيين فريق دي اف سي، في وضعية طبعا لا يحسد عليها الفريق الآخر فريق دي اف سي. محاولة للتقدم، يلعب الكرة لكن مقطوعة من جانب بشا. الانطلاق للأمام باتجاه سادومبا الباحث عن لقب الهداف والباحث عن هداف دوري الأبطال كما كان في الموسم الماضي ب7 أهداف. نتذكر سادومبا والمحاولات، لذلك إصراره على تنفيذ ركلة الجزاء
ونزار حامد قادم في التشكيلة الهلالية، قادم في وسط الملعب الهلالي. البديل علاء الدين، نعم علاء الدين يوسف سيغادر، ونزار حامد سينزل، لاعب الامل العبراوي السابق نقل للهلال في هذا الموسم. نزار حامد اقتحم التشكيله الهلاليه، اقتحم ايضا تشكيله المنتخب الوطني، شارك مع صقور الجديان في الكان الاخير، قدم مردود طيب نزار حامد. اذا مخالفه هلال من الجهه اليمنى للهلال اليسرى، وثلاث لاعبين كاريكا وبكري ومهند، والمحاوله ملعوبه والراسيه، جول سيف مساوي، سيف الدين علي ادريس فرح سيف مساوي يضع الهدف الخامس، والاحتفاليه مع بشا على الطريقه الخاصه، والجماهير مبسوطه وسعيده في ملعب استاد الهلال. وهنا راسيات سيف مساوي اشبه براسيه الساروه، سيف مساوي يسجل عاده بالراس الذهبيه من مواقع مختلفه، يرفع الحساب، يزيد المساله 5 أهداف، نتيجه تظهر ايضا لثاني مره في هذا الموسم لدوري ابطال افريقيا بعد مفاجاه بشوم تشيلسي الغاني اللي فاجأ الرجاء، رجاء التاريخ، بخماسيه. الجماهير مبسوطه بكل تاكيد. نتيجه كانت متوقعه من خلال الحسابات، من خلال القراءات للمباراه السابقه. هذه النتيجه تعتبر النتيجه المتوقعه، انه فريق الهلال ينتصر ويتفوق وبنسبه كبيره من الاهداف. فالنتاين ملعوبه مباشره لعمر بخيت، ارسال كره اماميه على الجهه اليسرى من جانب مهند الطاهر، اللمسات والتمريرات والنقلات، لكن تعود الكره مقطوعه. ووسط الملعب الان تواصل ان شاء الله يستمر، الانتصارات تستمر اليوم. البلاد بالازرق سادومبا، وغدا ايضا بالاحمر، ومع الكونفدراليه ايضا مع النمور ومع الفهود في تواصل، نتمنى فيه التطور، نتمنى فيه ايضا الازدهار في اطار ايضا التواصل والدعم والحمله الموجوده من قبل اللجنه الاعلاميه للمدينه الرياضيه، دائما مناشده لكل الجماهير، لكل المحبين، لكل العاشقين، المساهمه في تشييد الصرح الرياضي الاهم والاكبر في البلاد بتحويل الرصيد ل 79-01. كره على الجهه اليمنى والتحول لمدثر كاريكا، ابعد الكره، وكاريكا ب3 أهداف عبر هذا المشوار، يرفع ايضا الرصيد. شاهدنا اكثر لاعب طبعا كان مهند الطاهر، عنده 13 هدف، جودوين 12 هدف مع الهلال في المشوار. بعد التواجد في المجموعات، بعد الوصول في المراحل المتقدمة، بعد أيضا الوصول اللي تكرر لنصف النهائي أكثر من مرة، ربما العشم من الجماهير ومن القاعدة الكبيرة في الجديد في هذه البطولة في هذا الموسم، مع العلم بأنه المشوار صعب. هناك أندية كبيرة وأندية استعدت وأندية تمتلك أيضا الروح والعزيمة، ولكن ثقتنا كبيرة في القمة في دوري الأبطال لتنال المراد إن شاء الله. وأيضا في الكونفدرالية إرسال كرة بعيدة ومرت وتحولت
لضربة مرمى مع المعز محجوب. المشوار والخريطة للأمل مع هوانجي الزيمبابوي. أهلي شندي اللي حقق نتيجة ممتازة على فيروفيارو الموزمبيقي يكمل إن شاء الله المشوار أيضا في شندي. المريخ غدا ليرسم الفرحة لجماهيره أمام بلاتينيوم بعد النتيجة الإيجابية في هراري. محاولة الآن، كرة مرت وتحولت لرمية تماس، بعد ذلك انتظار المراحل القادمة. صحيح مقتنعين بأنها الأصعب، ولكن الإعداد يكون جيد والاستعداد يكون جيد والعمل والروح والقتالية إن شاء الله أن ننال المراد. كرة ملعوبة الآن لعمر بخيت، حول كرة لفالنتاين، التقدم من جانب فالنتاين نوبلو ومحاولة للتسديد. لاعب صاحب قدم قوية وبونجو طبعا محتار، وحتى لا تكون المسألة مفاجأة بالنسبة لهذا المدرب، هو أيضا قدم من بانجي للخرطوم لأم درمان، وهو يعلم تماما خاصة بعد الانتصار وبعد الهزيمة اللي تلقاها في ملعب. كرة ملعوبة هلالية وانطلاقة من جانب فريق الهلال ممتازة. نزار حامد يلعب كرة والانطلاق على الجهة اليمنى، محاول اللحاق بالكرة لكن الكرة مرت على بكري المدينة وتحولت لضربة مرمى. ضربة مرمى مع الحارس كونجي كارزيتو الإيطالي الأصل الفرنسي الجنسية القادم لصناعة تاريخ مع الهلال. الآن من جانب فريق دي اف سي ارسال كرة تعود لبيشا، العودة مباشرة لحارس المرمى لمعز محجوب. خماسية هلالية حتى الآن في مرمى الدبلوماسيين. التقدم من جانب سيف وسط الملعب، كرة منقولة انطلاقة من جانب بكري، مشوار على الجهة اليمنى لكن الكرة طويلة وتحولت لرمية تماس مع أتزوكا. لاعب الكرة لبوتاري وسط الملعب تيس بونغولو. التحول والانطلاق على الجهة اليمنى لمصلحة دي اف سي. مشوار يستمر وانطلاقة تستمر ومحاولة، ولكن العودة لعمر بخيت اللي عاد عمر بعد رحلة كانت من المعاناة مع الإصابة، يعود ليواصل المشوار في وسط الملعب الهلالي. صافرة لمصلحة فريق الهلال. كرة مع سيف مساوي، إرسال كرة أمامية، سيف لكاريكا، كاريكا يعيد الكرة بالرأس ملعوبة لفالنتاين. المحاولة واللمسة والتبادل وانطلاقة من جانب مدثر كاريكا على الجهة اليسرى. كاريكا علي كرة عالية، خروج حارس المرمى الحارس كونجي اللي استقبل 5 أهداف هلالية في هذا الملعب. محاولة تقدم بيشا، الكرة تحولت لرمية تماس ملعوبة تيس بنغولو. العودة لموسى، إمام موسى، العودة في وسط الملعب لجايد. نقلات من دي اف سي لكن أيضا الكرة مقطوعة، تحولت هلالية عن طريق كاريكا. العودة لمعز محجوب، إرسال كرة أمامية من معز محجوب، تحولت مباشرة لرمية تماس للدبلوماسي. تماس ملعوب وفالنتاين لعوض عبد اللطيف سعيد. تستمر هذه المباراة مشاهدي شروق في كل مكان، والتفوق كما تابعتم لفريق الهلال ب5 أهداف. المباراة السابقة 3 أهداف، المجموع أصبح 8 أهداف هلالية نظيفة في مرمى الدبلوماسي. وسط الملعب الآن كرة منقولة لباري ديمبا، الانطلاق من جانب باري، يلعب الكرة لمهند الطاهر، محاصر، محاولة للمرور تمر لنزار حامد، يلعب الكرة لسادومبا، سادومبا على الجهة اليسرى،
العودة من سادومبا لفالنتاين. فالنتاين مشروع تسديد، حاول يجرب في التسديدات. فالنتاين لاعب البشيري، لاعب نيمار السابق، صح، قدم قوية يسرى، وهو أيضا يعود من رحلة من إصابة خفيفة. عودة للمشاركة، العودة للانسجام، الاستعداد للمراحل القادمة هو الشيء المطلوب، الشيء الهام في المسيرة بكل تأكيد. دي اف سي الآن محاولة عن طريق ديسبونكولو، التقدم في وسط الملعب لكن مقطوعة من جانب عمر بخيت لمهند الطاهر. تمريرات هلالية وتحكم بنسق المباراة. الكرة تحولت لرمية تماس، رمية تماس. فالنتاين لمهند الطاهر، لمسة على الجهة اليسرى لفالنتاين. تعود الكرة ملعوبة أمامية لإدوارد سادومبا اللي حاول بالراس. الكرة مرت وتحولت لضربة مرمى لدي اف سي مع جونجي حارس المرمى. إعادة للقطة والتمريرة، يجتهد سادومبا لزيادة الحساب، زيادة الرصيد. طبعا راسية من جانب نزار حامد. كاريكا يمشي الكرة، كاريكا لمهند الطاهر. عودة لفالنتاين، تحكم كبير من جانب فريق الهلال بالمباراة. كرة تمر لسيف مساوي، سيف مرور من جانب سيف مساوي، محاولة التقدم لكن الكرة مقطوعة من جانب فريق دي اف سي. تحول لإمام موسى كابتن الفريق، التحول على الجهة اليمنى وبشا يحاول. كرة ما زالت خطيرة خطيرة والتسديدة، ولكن أيضا التغطية من جانب نزار حامد في التوقيت السليم وفي اللحظة المناسبة. بالتالي حول الكرة مباشرة لتتحول لضربة ركنية لمصلحة دي اف سي. شوف المحاولات والتغطية في اللحظة المناسبة. ملعوبة لإمام موسى يحاول في الكرة الخلفية لكن سهلة بالنسبة للمعز محجوب. يبدأ رحلة المشوار عن طريق مهند الطاهر وسط الملعب عن طريق نزار حامد، لكن أيضا الكرة مقطوعة. ترجع وإرسال الكرة على الجهة اليمنى. التقدم الآن من جانب فريق دي اف سي، كرة عالية، المتابعة من بشا، حول الكرة لضربة ركنية. بانغوا مدرب الفريق، كرة عالية ومحاولة تسلل موجود على بوتاري، تسلل على بوتاري المدافع المتقدم للأمام في فريق الدبلوماسيين. وسط الملعب الآن كرة منقولة تمر للجايد، يلعب الكرة لإمام موسى، يتحرك، ما زال يتحرك فريق الدبلوماسيين، يلعب كرة أمامية عالية وفالنتاين يحول الكرة لضربة ركنية، ضربة ركنية على يسار حارس المرمى المعز محجوب. التنفيذ ديسبنغولو، يلعب كرة أمامية الراسية قبل بوتاري، يحاول موسى لكن ترجع من جديد، يتقدم للأمام لكن مقطوعة. الآن المرتدة هل تكون مثالية؟ ملعوبة مباشرة لإدوارد سادومبا، سادومبا على الجهة اليسرى، مشوار تقدم، يلعب الكرة مع مدسر كاريكا، هيأ الكرة وتهيأت الآن وفرصة كونجي. كونجي شوف ردة الفعل 5-16، تريد هذه الجماهير، تريد الأهداف، تريد الانتصار. حسر على إضاعة الفرصة. كرة ملعوبة الآن، انطلاقة من جانب دي اف سي، هيأ كرة لكن عمر بخيت ممتاز في مكان سليم، خلص الكرة لبشا، تقدم وتبادل وأيضا تمريرات. التحول مباشرة لمهند الطاهر، التمريرة من جانب مهند وسط الملعب الآن عن طريق نزار حامد. شوف تمريرات ومحاولات ونقلات. سادومبا، الكرة طالت على سادومبا وتحولت لرمية تماس. سادومبا
حولت الكرة لرمية تماس ملعوبة لفريق الدبلوماسيين، فريق اللي غادر البطولة، بطولة دوري الأبطال رسميا. سيف مساوي، سيف سال كرة أمامية من سيف في اتجاه إدوارد سادومبا الزيمبابوي في محاولة للمراوغة، يعود للخلف لنزار حامد، المرور ممتاز من جانب نزار والخطأ واضح لمصلحة الفريق الهلالي. نزار في وسط الملعب، تحرك بعد النزول، الاجتهادات، المحاولات. أكونجي الآن بالرقم 9 يستعد للنزول بديلا لجايد أتو رقم 8. تبديل من جانب بونغوا مدرب فريق دي اف سي. هنا الفرصة الضائعة والكرة الملعوبة مباشرة عند حارس المرمى كونجي. الواضح على الصورة الآن المخالفة لمصلحة فريق الهلال، فالنتاين مشوار، اصطدمت الكرة ومحاولة لكن مقطوعة أيضا من جانب بوتاري. التحول والرأسية والتشتيت المباشر للكرة من جانب جام. تتحول هلالية لفالنتاين نوبلو، مشوار، الكرة اصطدمت وتحولت لضربة ركنية على يسار حارس المرمى كونجي. ركنية هلالية ستنفذ من جانب مهند الطاهر. ضربة ركنية لمصلحة الهلال، ملعوبة مباشرة، كرة أمامية اصطدمت وكرة حائرة داخل منطقة الجزاء. 6 أهداف. الهلال يبحث عن الهدف السادس. النتيجة الأكبر لفريق الهلال تكررت 3 مرات في مشوار الأزرق، بداية في 66 انتصر 6-0 على الاسمنت، أيضا كرر الانتصار ب 6 أهداف 83. المحاولة لمصلحة الهلال الآن، كرة ملعوبة للأمام لكن تعود، يصل للرقم القياسي من جديد أو يكسر الرقم القياسي. عموما نمضي لخواتيم هذه المباراة. التفوق هلالي، الأهم والأبرز هو التأهل للمرحلة القادمة والإعداد الجيد والاستعداد الجيد، وانتظار صافرة ختام مباراة فيتا كلوب الكونغولي والجمعية أولمبيك ليف الجزائر. الإمام موسى، التحول الآن، تعود الكرة لمهند الطاهر، مراوغة تقدم من جانب مهند الطاهر، ارسال الكرة للأمام، صدمت، تعود لباري ديمبا، نزار حامد، تمريرات ونقلات للاعبي الهلال. عمر بخيل، ملعوبة أمامية لمهند الطاهر، محاولة تقدم للأمام عن طريق الجهة اليسرى لكن المتابعة من فريق الدبلوماسيين. مرة تحولت مباشرة لتكون ضربة مرمى لمصلحة فريق دي اف سي الدبلوماسيين، فريق افريقيا الوسطى. ملعوبة لبشة، كرة منقولة للأمام عن طريق بكري، يحاول ولكن الكرة مقطوعة من بكري. التدخل من أتزوكا وسط الملعب. تيس بنغولو، التقدم على الجهة اليمنى ومحاولة لإرسال كرة أمامية. تمرير لياكونجو، محاولة للتبادل السريع لكن الكرة مقطوعة. تحولت لمهند الطاهر في مرتدة هلالية. بكري المدينة في وسط الملعب، كرة ما زالت هلالية، ملعوبة الباري ديمبا، إرسال على الجهة اليسرى سريعا لمدثر كاريكا. مدثر كاريكا يحول الكرة لكن مقطوعة من جانب بوتاري، قراءة سليمة. تحول الآن لمصلحة الدبلوماسيين وسط الملعب. لمي موسى،
إرسال كرة أمامية ومحاولة للتقدم السريع في فرصة للتقدم ومحاولة وهدف شرفي يضيع. هدف شرفي يضيع للفريق الدبلوماسيين وللمتقدم للأمام مازيكي مع الإمام موسى. حاول في كرة خطيرة مرت وتحولت مباشرة لضربة مرمى. صحيح الأخطاء، دراسة الأخطاء الدفاعية للتزود بالصورة المثالية لقادم المشاوير ولمرحلة دور 16 في دوري أبطال إفريقيا في النسخة رقم 47 لهذا الموسم. الانطلاقة من جانب كاريكا، مشوار كاريكا، يا سلام يا سلام يا كاريكا، لو كملت لكن الكرة مرت وتحولت لضربة مرمى. هنا اللقطة والتقدم والمراوغة الجميلة الحلوة، ولكن الهدف الرابع غاب عن كاريكا، الهدف الشخصي في المشوار لدوري أبطال إفريقيا. 4 أهداف تضع كاريكا طبعا في مقدمة الهدافين. الآن هو يتشارك مع سادومبا ب3 أهداف. المحاولة، كرة اصطدمت بكري المدينة، مقطوعة من أتزوكا لبوتاري. دي اف سي التقدم للأمام، انطلاقة للدبلوماسيين، مشوار في كرة خطيرة والكرة أيضا تمر وتتحول لضربة مرمى. ربما الدفاع، التعامل بجدية، التعامل بحسم مطلوب للمراحل القادمة. بكري الآن يراوغ بكري، يتقدم بكري، هيأ الكرة والكرة رجعت أمام الجميع ضائعة. محاولة للارتداد السريع، ويجد فريق الدبلوماسيين أحيانا مساحات، يتقدم الآن ويهدد في أكثر من لحظة المرمى الهلالي، لكن النتيجة، التفوق، الإحساس بالانتصار والتقدم للأمام، هذا يضع صورة مغايرة بالنسبة للاعبين. اللعب بطريقة ومحاولة، وسادومبا يضيع هدفه أيضا الرابع 3 دقائق على نهاية المشوار وعلى صافرة المغربي وعلى الإعلان الرسمي للهلال للتأهل مباشرة لمرحلة 16 من دوري أبطال إفريقيا ليفكر بالقادم. الآن كرة منقولة، تحول ومنقولة، التمرير، العودة، الهدف الذي جاء عن طريق النيران الصديقة وغياب التفاهم ما بين المعز محجوب وعمر بخيت. لم يسجل فريق الدبلوماسيين وسجل الهلال بالنيابة عن فريق الدبلوماسيين، عمر بخيت ومعز محجوب. هنا الإعادة للقطة والتمريرة، لكن غياب التفاهم، النظرة قبل التمريرة، تقدم المعز محجوب من مرماه. يحدثكم الكابتن رشيد وكابتن فوزي أكثر عن الدفاع بصورة عامة وعن أيضا المطلوب في المرحلة القادمة في مواجهة فرق ستكون بكل تأكيد أقوى وأكثر تنظيما، ويجب أن نستعد جيدا ونستعد بكل القوة وبكل الأسماء وبكل الخبرات حتى نتمكن من العبور للمرحلة ما بعد القادمة، مرحلة المجموعات. انطلاق الآن وسريعة، هدف يفتح الشهية بالنسبة للدبلوماسيين ومحاولة أيضا، لكن ضاعت على هذا اللاعب. لامين موسى يحتج، يطالب بركلة جزاء، طبعا يشير لمساعد الحكم أنه تم دفعه وفي الكرة الماضية. عموما كرة ملعوبة وتحول مباشرة مع سيف الساوي. عمر بخيت 5-1 تفوق هلالي، الانتصار هلالي على دي اف سي. انطلاقة من جانب مهند الطاهر، محاولة التبادل والكرة والتسديدة من جانب مهند الطاهر، لكن كونجي كان في التوقيت السليم وفي المحاصرة السليمة. الكرة ترجع من جديد
بوتاري ارسال كره للامام. عمر بخيت ملعوبه لسيف مساوي. ارسال كره للامام. اللحظات الاخيره من هذه المباراه. الكره العاليه ولكن بالراس في وسط الملعب. استمر معكم ان شاء الله الرحله ايضا غدا مباشره. المريخ بلاتينيوم من ملعب استاد المريخ. انطلاقه على الجهه اليمنى ومحاوله للمرور والمراوغه من بكري المدينه. العوده والتمريره والمحاوله لكن الكره مقطوعه. ترجع من جديد عن طريق باري ديمبا. خلصت للدبلوماسيين في محاوله لعكس الهجوم والانطلاق للامام ولكن الكره مقطوعه من جانب سيف مساوي. وسط الملعب حكم المباراة يشير إلى خروج الكرة وجود رمية تماس لمصلحة الدبلوماسيين. ملعوبة مباشرة. تحول وإرسال كرة عالية لأكونجي يحاول ودخول من فالنتاين. خلص الكرة فالنتاين. كرة عالية. مهند الطاهر بالراس يحاول يمشي الكرة لكن مرت من مهند. رجعت من لاعب الهلال نزار حامد. وفي هذه اللحظة بالذات مشاهدي الشروق في كل مكان أعلن حكم المباراة الحراس عن نهاية شوط المباراة الثاني ونهاية المباراة بتفوق الهلال ب5 أهداف مقابل هدف لفريق الدبلوماسيين. مبروك لفريق الهلال لجماهير الهلال الترقي المرحلة القادمة. ناتنا دائما بالتوفيق لكل الأندية السودانية. فاصل قصير. العودة لزملائي في الاستوديو التحليلي كابتن رشيد المهدية كابتن فوزي التعايشة. إلى الملتقى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذن